السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم. مرحبا بكم في مباراة وملخص ريال مدريد وباتشوكا. توج فريق ريال مدريد بلقب كأس القارات للأندية 2024 بعد الفوز بأقل مجهود على فريق باتشوكا المكسيكي بنتيجة 3-0 في المباراة النهائية التي قيمت على ملعب لوسيل المونديالي. وتعتبر بطولة كأس القارات للأندية هي البطولة البديلة لكأس العالم للأندية، ليصبح النادي الملكي أكثر الأندية تتويجا بها بواقع 6 مرات بعد أن فاز بلقب نسخ 2014 و16 2017 و18 و22 و24. وجاء انتصار النادي الملكي بنتيجة 3-0 على حساب باتشوكا المكسيكي الذي فاجأ الجميع بالوصول إلى المباراة النهائية بسبب تخطيه لنادي بوتافاغو في كأس الأمريكيتين، ثم التفوق على النادي الأهلي المصري في كأس التحدي في نصف النهائي. وسيطر ريال مدريد على أجواء المباراة وتقدم في النتيجة في الدقيقة 37 عن طريق النجم الفرنسي كيليان بابي الذي فاجأ الجميع بجاهزيته ومشاركته في المباراة بعد أن كان مصابا منذ مباراة أتلانتا الأسبوع الماضي في دوري أبطال أوروبا، مستغلا تمرير صاحب جائزة دابيست فينيسيوس جونيور. وفي الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة 53 تمكن البرازيلي رودريغو بوضع اسمه بأحرف من ذهب بعد أن سجل الهدف الثاني بمجهود فردي رائع ليتلاعب بدفاعات الفريق المكسيكي بعد استقباله تمريرا من بابي الذي خرج مبكرا في المباراة من أجل الحفاظ على لياقته البدنية. وفي الدقيقة 82 تحصل الظهير الأيمن لوكاس فاسكيز على ركلة جزاء ينفذها النجم فينيسيوس جونيور في الدقيقة 84 مسجلا هدف قتل المباراة وتتويج بلقب كأس القارات الأندية. وكان ريال مدريد قد حقق لقب دوري أبطال أوروبا 2024 على حساب بروسيا دورتموند الألماني ليشارك في تلك البطولة التي خاض فيها مباراة واحدة فقط وفاز باللقب وتحصل على جائزة مالية قدر 5 ملايين دولار. إخواني، وصلنا إلى نهاية الفيديو، إلى حلقة قادمة إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.